السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكل أصدقائي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. امبارح كنت في الوكالة وبعدين لقيت المنبع الجميل ده لسه فاتح جديد. المنبع ده يعتبر في شارع مول ممشى مصر، قبل مول ممشى مصر على طول. هو المنبع ده اسمه ايه؟ اسمه برضو مول ممشى مصر. تمام، اسمه مول ممشى مصر لانه جنبيه، فنسبة الى المول كتب كده بقى، فاهميني؟ او ممكن هو يكون تبعه. تمام، بس انا صورت لكم اليافطه. المهم المنبع ده منبع بلوزات، منبع بلوزات ب 65 جنيه الاسعار. وكانت الصدمه ان شويه بلوزات حرفيا تحفه، كلهم حلوه قوي، ماتيريال عالي، ماركات حلوه. حاجه نظيفه بجد والله. يعني بالنسبه للناس اللي بتيجي من ناحيه الكورنيش، او الناس اللي غاويه فلوج الوكاله من ناحيه الكورنيش، المنبع ده هينفعكم جدا جدا، وهتتبسطوا فيه قوي قوي حرفيا. يعني ده هتعتمدوه المنبع ده. يبقى هو واللي جنبه مول ممشى مصر. تمام، ده اقرب لكم بكتير من الوكاله جوه، وتفضلوا بقى ايه يا عيني تلفوا وتعملوا، بعدين ترجعوا تاني على الكورنيش عشان بتركبوا طبعا من ايه؟ من الكورنيش. ده بالنسبه للناس اللي بتيجي من ناحيه الكورنيش. طب احنا مش بنيجي من ناحيه الكورنيش يا شيرين وعايزين نعرف المنبع ده فين؟ لا يعني بنيجي محطة مترو. هقول لكم اقرب محطة مترو ايه. اقرب محطة مترو هي ماسبيرو. هي ايه؟ ماسبيرو. دي اقرب محطة للمنبع ده. طب ننزل نمشي ازاي يا شيرين ونروح ازاي؟ طيب انزلي يا ست الكل محطة مترو ماسبيرو، وامشي ناحية الشمال. تمشي ايه؟ ناحية الشمال. تمام، لا تروحي كده ولا كده، تمشي ناحية الشمال وهتجيبي يعتبر اخر الكورنيش، يعني اول الكورنيش اقصد. انتي وانتي ماشيه كده في اتجاه الشمال كده، خلصيه كله هتلاقي البحر ظهر قدامك، ده الكورنيش يعني الطريق العمومي. تمام، هتروحي قطعه يمين. هتروحي ايه؟ قطعه يمين. تمام، هتفضلي ماشيه ماشيه ماشيه. شويه صغيرين على فكره، انا بقول ماشيه ماشيه ماشيه، ما تتخضوش. ده شويه كلها بالظبط دقيقتين ثلاثه من محطه المترو. وانا عملت كذا مره الطريق، صورت الطريق، وكمان يعني صوت وصوره. 3 دقايق بالظبط من عند المترو، يعني عارفين وانا ماشيه كده بتمخطر على مهلي يعني. تمام، فهتتمشوا ناحية اليمين. طيب نروح ازاي بقى؟ وبعد ما نمشي يمين نعمل ايه؟ في هناك سنتر اسمه سنتر النور. بس كده المدخل اللي بعده. المدخل اللي بعده مكتوب عليه كده من فوق، مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه مول ممشى مصر داخل الشارع. هو الشارع ده هتلاقي الراجل ده قبليه. الراجل ده بسبوسة، لو تفتكروا بسبوسة اللي كان بيطلع في الفيديوهات على اليوتيوب مع قطاوي، مصطفى قطاوي. تمام، هو بسبوسة ده، هي دي حاجته. تمام، وحتى مكتوب على اليافطة من فوق مكتوب بسبوسة برضو. تمام، فتح بقى المنبع ده. المنبع لسه جديد جدا لغاية دلوقتي، بلوزات بس. حبيت اديكم فكرة عن المنبع وفكرة عن كل حاجة، علشان لما تروحوا تبقوا عارفين انتوا رايحين على ايه، او انتوا رايحين مول ممشى مصر كده هتعدوا برضو كده تاخدوا فكرة. بصوا كمان عندهم مجموعة دريسات حلوة جدا، وسالوبتات. عشاق السالوبتات عندهم سالوبتات حلوة قوي وشيك قوي. صورت لكم اليافطة من فوق علشان تعرفوا. تمام، متعلق حاجات فوق سالوبتات ودريسات، لكن تحت ما شفتش استندات دريسات. عنده بتاع 6 7 استندات، كلهم احلى من بعض بجد. ماتريال وماركة وشياكة مفيش بعد كده. والسعر طبعا هايل، 65 جنيه. ده كده مش حاجة يعني. بصوا بصوا، شايفين البلوزة قد ايه شيك؟ كمان ماتريال حلو. فاهميني؟ احنا يعني مش بنتكلم في اي ماتريال اي كلام. لا والله انا فعلا عجبني الماتريال قوي بتاع البلوزات دي. حلوة وماركات كلها اف اند اف ماكس. شفت قطعة كده او قطعتين زارة. يعني بصوا اكيد لازم انوع لكم في كل حاجه. لازم يكون في تنوع عشان انتوا ما تزهقوش. عامه الاستندات كلها كانت بره، حوالي 6 أو 7 استندات مليانين على عينهم مليانين. تمام، بصوا دي عجبتني قوي قوي، الورد اللي فيها عجبني. عامله زي السويت شيرت كده، بس طبعا ايه، بسوسته كده وشكلها شيك قوي، عجبتني بجد. طبعا على سعر 65، حلو قوي. تمام، يعني برضو لو هتبدأوا مشروع، برضو المحل ده حلو، قريب جدا للمترو. الناس اللي فيه ناس محترمة، موثوقين. الحاجة أسعارها معقولة، تقدري برضو تبدأي منها مشروعك. كل فيديو بحاول أجيب سيرة المشروع اللي أنا شبطتكم فيه، علشان فعلا ده مشروع يتشبت فيه. يا ريت انا قبل ما اعمل القنوات دي، والله العظيم اقسم بالله، يا ريت انا كان في حد
قال لي او كان في حد نبهني ان انا اعمل مشروع زي ده، والله كنت عملته وكان بلاها من القنوات، لاني فعلا تعبت جدا، بس مش قادره ارجع خلاص، زي ما بيقولوا كده رجليا غرزت خلاص، انتهى، ما فيهاش رجوع. فطبعا والله انا بتمنى لكم من كل قلبي ان انتوا تعملوا المشروع ده وتنجحوا فيه، واللي ينجح فيه يسيب لي ولو تعليق يقول لي احنا عملنا مشروع وفعلا الوكالة مليانة مشاريع، يأكد يعني على كلامي. عارفين ليه؟ مش حكاية يشكرني، ده الشكر كله لله، علشان يشجع غيره يعمل مشروع. يعني لما يجي حد يقرأ التعليق انت كده تبقى خدت ثواب انك دليت غيرك او دليتي غيرك. فهمتوني؟ طبعا الدال على الخير كفاعله بالظبط. تمام، فاعملوا كده. تمام، خلينا كلنا كده نبقى عايشين بس بندل بعض، بنحب الخير لغيرنا زي ما بنحبه لنفسنا. شيروا الفيديوهات دي عشان كل اللي يسمع فكرة، يمكن حد يكون يائس من حياته وعمال يعني عنده يأس كده واكتئاب ومش عارف يبدأ مشروعه ازاي ولا يعمل ايه. شايفين السلوبتات كل شوية صورها لكم فوق ازاي، والدرسات حلوه جدا عنده. المره الجايه هو وعدني ان ايه، ان هيملى المحل وهروح. اصل شايفين الكاردي المخطط في احمر في ابيض ده كان رائع، عجبني قوي وواسع على فكره، اوفر سايز. تمام، فهمتوا قصدي؟ كل ده هو مقصد، يعني ده مقصدي من الكلام كله. تمام، لازم ان انتوا ممكن بقول لكم لو شيرتوا الفيديو ممكن حد يتفرج على الفيديو يقول ياه ده ممكن ابدا ب 2000 جنيه، ده ممكن ابدا ب 3000 جنيه، وربنا يكرمني خالص. وفعلا ربنا يكرمكم، لان في حاجه دلوقتي اسمها اونلاين. اونلاين اللي هو تسوق عبر النت، حاجه مش قادره اقول لكم سهله قد ايه وحلوه قد ايه. وانا اشتغلت فيه فتره وحرفيا عجبني قوي قوي قوي. فعايزه اقول لكم انتوا كمان ابدأوا وقولوا يا رب، وشيروا عشان غيركم يستفيد برضو. وكمان قبل ما تخرجوا اعملوا لايك للفيديو ده فضلا منكم وليس امرا. ولو انت بقى اول مره بتشوفيني وعجبتك الفكره، حتى لو مش هتعملي يا ستي المشروع، اعتبريها فكره لوجه الله، ابعتي الفيديو لاصحابك يمكن حد ياخد الفكره. تمام، اشتركي بقى في قنواتي ونوريني ونوري قنواتي المتواضعه. انا اسمي شيرين كمال وعندي كذا قناه. حلمي ان انا احقق نجاح كبير في القنوات دي. ان شاء الله حلمي ده باذن الله يتحقق بيكو وليكو ان شاء الله. يعني انا ناس كتير قالت لي انا تعبانه جدا كده من قنوات الوكاله، اقفليها واقلبي المحتوى. والله العظيم انا ما قادره ارجع، حاسه ان انا عليا رساله عايزه اديها، حاسه ان انا عايزه اوصل لكل الناس الاماكن الحلوه دي بكل معلوماتها، فاهميني؟ فان شاء الله مش هبطل الا لما الاقي نفسي غير قادرة تماما ان شاء الله. ربنا يعافينا واقدر دايما اوصل الفكرة ليكوا ولغيركوا ولكل اصدقائي الحلوين اللي بيتفرجوا عليا. انا مبسوطة جدا جدا من كتر التعليقات القمر اللي كل يوم بتجيلي. بجد انا بشوفها، والله لو 100 طاقة سلبية كده مسكاني بلاقي نفسي قمت جري على المطبخ، غسلت مواعيني وروقت بيتي ودخلت خدت حمام دش كده سخن. مش قادرة اقول لكم الحاجات دي بتدي طاقة ايجابية قد ايه. بجد بشكركم من قلبي، انتوا اخواتي وامهاتي وبناتي واخواتي الصبيان والشباب والرجالة وكله على راسي من فوق. عامة كلنا أهل في قلب بعض. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.